مساء الخير على احلى واجمل متابعين، على احلى واجمل خوات. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا اصغر بسارية في السوق. ايوه، اصغر بسارية في السوق. انا نزلت مرتين تلاتة عشان اجيب بسارية كبيرة، ما لقيتش. مش مشكلة، اهم حاجة يكون كلها مقاس واحد، عشان لما نيجي نطلعها ما نلاقيش المقاس الكبير ني والمقاس الصغير اتهرى مننا. لازم كله زي ما انتم شايفين كده يبقى كله مقاس واحد. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف عملنا البسارية مملحة ازاي. اهم حاجة الناس اللي عندها ضغط تبعد تبعد تبعد. الاكلة دي يا جماعة بتسرحوا فيها وبعد كده الضغط بيعلى. انا عن نفسي واحدة من الناس، عشان كده انا عملت كمية قليلة. هنا بقى انا سبتها يوم كامل في المصفى. لازم تسيبيها يوم كامل بس جوه التلاجة، مش تسيبيها يوم كامل بره التلاجة وتعفن. لا، جوه التلاجة وتحطي تحتيها حاجة بحيث السوائل بتاعتها والمية بتاعتها تنزل خالص. دي اهم نقطة في السردين واهم حاجة في البسارية وفي كل حاجة بتملحيها. ليه؟ عشان لو في نقطة مية هتعفن. دي اهم نقطة. يلا بينا بقى هنجيب الطبق بتاعنا وهنجيب البسارية اللي صفيناها من مية حوالي اكتر من يوم، يوم وكام ساعة. يعني يوم يوم ونص مفيش مشكلة. احنا كده كده الجو ساقع مفيش حاجة هتبوظ مننا، وطالما جوه التلاجة مفيش اي مشاكل. اهم حاجة تصفيها من مية. هنا بقى عندي معلقة كركم، وعندي هنا معلقة شطة، وعندي معلقتين ملح. على قد ايه؟ على نص كيلو بسارية. طبعا انا جايبة نص كيلو ليه؟ عشان الضغط بتاعي ما يعلاش. محدش بياكل معايا خالص. ليه؟ معرفش، انا من عشاق البسارية ومن عشاق الحاجات المملحة، بس محدش بيرضى ياكل معايا. وانا عندي الضغط بسم الله ما شاء الله، يعني مجرد ما باكل بلاقي ايه؟ الدنيا باظت. عشان كده بقول لكم الناس اللي عندها الضغط تبعد تبعد تبعد. يبقى أنا هنا قلنا ايه؟ معلقة شطة كبيرة، معلقة كركم صغيرة، معلقتين ملح، على نص كيلو بسارية.